احنا في زمن الناس اتشقلب فيه كيانها بسبب انتشار الفحش والرذيلة. الحرام بقى سهل ومباح ومتاح بضغط الزرار. الواحد دلوقتي يقدر يشوف اي حاجة حرام او شاذة وهو قاعد في بيته، محدش حاسس بيه، وفي اي وقت، في اي وقت. طبيعي لما الواحد يشوف كل ده هيزهق، والافكار المنحرفة والشاذة بتزيد، ويلاقي نفسه بيتنقل من الطبيعي للشاذ بالتدريج. في ناس هتسمعني عارفة كويس أول مرة شافوا فيها إباحيات كانوا بينجذبوا لإيه، ودلوقتي بقوا بينجذبوا لإيه. خد بالك يا غالي لحسن تقع في الحفرة وتلاقي نفسك مش عارف ترجع. فاللي النهاردة بيعجبه واحد بكرة هيمل وهيدور على اتنين وبعده تلاتة، ويتفاجئ في وقت من الأوقات إنه ما عادش بيستمتع ولا بيحس بمتعة مع واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لحد ما يوصل لمرحلة الصدمة. ما بقاش يستمتع ولا يحس بأي حاجة طبيعية، المتعة عنده بقت 8